ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. دي الفقرة الأحب لقلبي، وهي بقى الحاجات السخنة الدافية بتاعت بقى الشتاء والجمال الشتاء يا جماعة. بجد دي أول وصفة هنبتدي بيها، حاجات حلوة كده تدفينا في الشتاء وفي برد الشتاء. بما ان خلاص الجو بدأ بقى كده يعني ندخل في الشتاء، فلازم نعمل المشروب الرسمي بتاع الشتاء بقى، وهو الشعرية. بس النهاردة هنعمل شعرية بقى مش أي كلام. النهاردة هنعمل شعرية باللبن بس بطعم اللوتس يا جماعة، خطيرة بجد، غنية جدا وطعمها يعني فوق كل توقعاتي. ما كنتش اتوقع ان هي تطلع بجد بالجمدان ده. ألذ بكتير من الشعرية العادية اللي بنعملها، وطريقتها سهلة جدا وبسيطة. وبجد يا جماعة تفضلوا تاخدوا معلقة ورا التانية تاكلوها وهي دافية كده، حاجة في منتهى الجمال. تعالوا بينا نشوف عملنا ازاي ألذ وأسرع شعرية باللوتس. في حلة على النار معلقتين كبار من الزبدة، هبدأ كده أدوبهم على النار كويس. وبعد كده هبدأ أنزل بربع كوباية من الشعرية، وهبدأ أحمرها كويس قوي في معلقتين كبار من الزبدة لغاية ما يبدأ لونها كده يتحمر معايا. بعد ما لونها يبدأ بقى كده يخش في لون الطحين الخطير ده، هضيف بالظبط عليها حوالي نص لتر من المية تكون سخنة. وهبدأ أقلبها كويس كده وانزل كل الأطراف، وهغطيها وهسيبها تستوي في المية. ضفت لها كمان حوالي 3 معالق كبار من السكر، مش هزود السكر لأن احنا لسه هنضيف لوتس، فنعمل حساب ان هي متبقاش مسكرة قوي. غطيتها وسبتها تستوي على جنب. تعالوا بقى هنا في طبق جانبي كده هحط معلقتين كبار من الكريم شانتيه، نزلت عليهم 3 معالق كبار كده من الحليب، وهبدأ اخفقهم كويس لغاية ما يبدأ قوامه كده يعلى معايا ويبدأ قوامه يتكثف. هنزل عليهم معلقتين كبار من زبدة اللوتس تكون مدوبة كده في حمام مائي، وهبدأ انزل عليهم على الكريم شانتيه واخفقهم كويس. عايزه اقول لكم ان انتوا هتدوقوا حاجه كده في منتهى الجمال، ده مش كريم شانتيه عادي ابدا. هحطه في التلاجة بس كده 10 دقايق، وابص على الشعريه هلاقيها استوت وبقت تمام وشربت الميه بتاعتها. هنحضر بقى كده في نص لتر من الحليب، حطيت عليهم ربع كوبايه من الكريم شانتيه، وهضيف عليهم ربع كوبايه كده من زبده اللوتس، مش هضيف سكر. وهقلب كويس قوي، وبعد كده هرجع احطهم على الشعريه، وهبدأ ارفعهم تاني على النار، وهقلب تقليبه تمام على اساس ان اللوتس كده يدوب في المية كويس، يدوب مع الحليب كويس مع سخونة الشعرية، واللوتس كمان تدوب تمام. هحطهم بقى بعد ما قلبتهم تمام كده بقى، هغطيهم وارفعهم على النار كمان 10 دقايق. عايزة الشعرية تشرب من كل النكهات اللي احنا لسه ضايفينها دي، والقوام يبدأ يتقل معايا ويبقى كريمي كده ويبقى خطير. غلوتين بالظبط، اقلب كويس قوي وهغطيها وهسيبها في مكان تبرد وتهدى تماما. بصوا بقى، كل ما بتبرد كل ما بتهدى كل ما قوامها بيبقى كريمي وبتبقى غنية جدا، وكل ما طعم اللوتس فيها بيبقى يا جماعة رهيب، حرفيا رهيب. انا بقى بحب اكلها وهي دافية، فجبت بقى الكوباية بتاعتنا اللي هنقدم فيها، وضفت بقى الشعرية وهي دافية كده. وكل ما بتبرد حرفيا بتتقل وتبقى كريمي بطريقة مش طبيعية. حطينا بقى على الوش الكريم شانتيه باللوتس، زيناه كمان بشوية من صوص اللوتس، وشوية بقى من بسكوت لوتس أو لوز أو أي مكسرات عندكم. ويا جماعة حرفيا هتدوقوا ألذ وأحلى شعرية باللوتس في الشتا ده، خطيرة. لو جربتوها بالطريقة دي بجد هتدمنوها، ومش هتبطلوا انك تكرروها كذا مرة. كلوها بقى وهي دافية، كريم شانتيه حوار، لازم تجربوها بالطريقة دي بالظبط، هتعجبكم جدا. طبعا تقدروا كمان تغيروا في الطعم اللوتس لأي زبدة تانية انتوا بتحبوا طعمها يا جماعة، وهم حرفيا هتفضلوا تاخدوا معلقة ورا التانية، طعمها رهيب. كريم شانتيه كده دايب في سخونة الشعرية. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك وما تنسوش تشتركوا في القناة.